الأهلي يضع نفسه في مأزق كبير طبعا بعد الخسارة من بالميراس، وما قداموش حل غير انه يكسب بورتو، يعني اصعب فرقة في المجموعة والفرقة المرشحة الاولى لصدر المجموعة. انت مطالب دلوقتي ان انت تكسبها عشان تتأهل. فيعني بصراحة كلام كتير عايزين نقوله عن الماتش، لان في حاجات كتير جدا مستفزة. ويعني الواحد زهق فعلا من موضوع الظهور المشرف والكلام ده، فعلا زهقنا جدا. فتعالوا بقى نخش على الحلقة نتكلم براحتنا، بس قبل ما نخش على الحلقة ما تنساش تدعمنا بالشير واللايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. طبعا يا جماعة يعني شوط اول مثالي خليني اقول لك مثالي جدا للنادي الاهلي. نازل النادي الاهلي هو المستحوذ، هو الافضل، هو اللي ماسك كوره، في شكل للفرقه وفي حاجه يعني معموله وفي فكره موجوده في الملعب. وبالميراس مديك احترامك كويس قوي قوي قوي، وعارف ان هو بيلعب فرقه تقيله وعارف امكانياتك وادالك حجمك وادالك اهميتك وكل حاجه معاك 10 على 10 وماشيه زي الفل. وانت برضو ما بتستفدش من اخطائك او ما بتتعلمش من اخطائك. نفس الاخطاء هي نفس المشكلة هي نفس الحاجات المستفزة هي. بدأت طبعا باربعة في خط الظهر، يحيى عطية الله النهاردة. يعني حابب ان انا اول حاجة اشيد بيها يحيى عطية الله النهاردة، وجوده كان مهم جدا، والراجل عمل ماتش كبير وكان فارق جدا وكان مفيد جدا جدا للفرقة، وكان بيقدم ادوار كتير في الملعب. فبصراحة يحيى عطية الله لازم الوحيد اللي نشكره النهاردة على ادائه. يعني يمكن اللعيب الوحيد اللي كان باين في الملعب واللي كان ليه دور، ولكن كنت تحس ان هو بيلعب لوحده. يعني نص الملعب عندك قلتها لك من المرة اللي فاتت، فكرة التلاتة بالرمضان وحمدي فتحي ومروان عطية، التلاتة مع بعض ما لهمش لازمة. يعني انا مش شايف انت يعني كتير يعني. هو بن رمضان بصراحة برضو من اللعيبة المميزة جدا، وشفناه وتاني ماتش ليه وبيثبت قد ايه هو فارق. يعني الراجل فعلا فارق، وازاي بيستلم الكرة تحت الضغط وازاي بيقدر يخرج بالكرة بشكل كويس جدا. كل الحاجات المميزة بتاعت بن رمضان اللي هو اصلا جاي الاهلي عشانها، فالراجل بيعملها على اكمل وجه، مفيش اي مشكلة فيها. حمدي فتحي ومروان عطية نفس الادوار، ما بيقدموش اي اضافة هجومية، بيتسببوا لك في عقم هجومي غير طبيعي. تريزيجيه الكرة بتروح له، الراجل بيبقى مش عارف يعمل ايه. خلاص هو دلوقتي في اتنين ضاغطين عليه، عايز بقى يقطم ويباصي لحد، مفيش حد، مفيش حرفيا حد. ليه؟ لان بين رمضان دايما مؤخر، حمدي فتحي ومروان عطية واقفين ورا مع المدافعين، مش ناويين يطلعوا ولا هيساعدوا ولا يعملوا حاجة. فبالتالي مفيش غير المفروض ان زيزو هو اللي يضم عشان يقرب من تريزيجيه. طب هل زيزو كان بيضم وبيقرب من تريزيجيه؟ لا، زيزو كان بيميل اكتر ناحية اليمين، كان دايما بيحاول يبين ان هو بينزل في عمق الملعب، لكنه ما بينزلش في عمق الملعب. هو بيبين بس اللي هو هو يا جماعه في النص، بس هو مش في النص، هو مايل دايما ناحيه اليمين. فكانت مشكله كبيره. اكتر من كوره لو تراجعوا الشوط الاولاني هتلاقوا اكتر من كوره تروح لتريزيجيه على الشمال، الراجل خلاص قطم وعايز بقى يخش على الملعب، عايز بقى حد يسند معاه، ما هو مضغوط عليه من 2 او من 3 كمان، عايز بقى يخش الملعب. ده غير ان هو اصلا ما عندوش الفرصه انه يمشي بالكره فتره طويله، او ان هو مثلا يقدر ان هو يقرب من زيزو. ليه؟ لان لعيبه بالميراس اللهم صل على النبي يعني بيخش بيشيل يا معلم، ما فيش فارقه معاه، يلا كسر يلا دبدب يلا شيل من على وش الارض، ولا فارقه معاه الدنيا. فبالتالي الراجل ما عندوش حتى المساحه انه يجري بالكوره حتى لو لمده 30 40 ثانيه ورا بعض متتاليه عشان يقدر يخش يقرب من زيزو عشان يلعب معاه الواحد اتنين. نفس الكلام وسام ابو علي، ما بيقربش منهم، ما بيسقطش. كان جراديشار لو كان موجود من اول الماتش اعتقد انه كان هيبقى افيد بكتير من وسام ابو علي في الماتش ده بالذات، لان جراديشار من النوعيه اللي بتنزل تحت وبتستلم وبتقرب من نص الملعب كتير، وهو مميز قوي في الحته دي. فبصراحه يعني حاجه غريبه جدا. ريفيرو، وده اللي انا قلته لك من الحلقه اللي فاتت، قلت لك ان احنا ما نقدرش نحكي مع ريفيرو وما نقدرش نقول ان هو مدرب وحش او مدرب كويس، بس اللي كان المفروض يتم انه يجي بعد كاس العالم. انا كان رايي كده، كان حماد النحاس كمل كاس العالم وبعد كده جاء ريفيرو بدأ بقى على نظافة في بطولة بقى جديدة في افريقيا وفي الدوري وفي الكاس وفي الدنيا دي كلها. انما وجوده دلوقتي
مأثر على الفرقه بشكل سلبي كتير، لانه مش عارف الامكانيات اللعيبه اللي عنده. يعني انت خلاص الشوط الاولاني خلاص خلص، انت مستحوذ، بالميراس هو الاخطر. ليه؟ لانه هو عارف هو رايح فين، الكره بتجيلهم خلاص، انا رايح على الجون بروح على الجون، مفيش فكره، مفيش اعتراض، مفيش اي حاجه، انا بباصي 1 2 3 بوصل للجون. وشفنا الكره بتاعت ستيفاو، وشفنا اكتر من كره قدر بالميراس ان هو يوصل بيها لمحمد الشناوي. فبالتالي انت ما عندكش بقى نفس الاوبشن، خلاص نزل بقى الناس على طول. يعني الراجل ما بين الشوطين على طول قال لك اكتر لاعب مش مديني الادوار اللي انا محتاجها منه او الطلبات اللي انا طالبها منه فيتير روكي، طلعهولي بره، نزل لي مكانه لوبيز. مين اللعيب اللي في وضع حرج في نص الملعب انا محتاجه وعامل ادواره كويس قوي، ولكنه كان لبس كارت احمر وربنا ستر ورجع بقى اصفر، فانا ممكن اخسره؟ فيجا. خلاص طلع الاثنين دول، نزل لي 2 فريش بدلهم ويعملوا الادوار بشكل افضل، واثنين يكونوا عندهم الجاهزيه. انت في نفس الوقت الناحيه الثانيه على طول كان النادي الاهلي ما بين الشوطين على طول كان لازم خروج تريزيجيه، لانه ما كانش موفق النهارده، مش سيء ولكنه مش موفق وما عندوش الادوار. انت عايز لعيب هادي يقدر يلعب الواحد على واحد، يقدر يمرقص لك، ياخد لك فينت بتاع مين؟ اشرف بن شرقي. يبقى كان لازم اشرف بن شرقي من اول الشوط الثاني على طول، ما تستناش لما تبقى خسران 2-0 وتقول انا هنزل بن شرقي. ما خلاص الماتش راح 2-0، يعني الماتش راح، لان ده كاس عالم، والفرق اللي زي دي لما بتوصل لنتيجه 2-0 خلاص مش عايزين حاجه تانية، ومش هيهاجموك تاني اصلا، مش فارق معاهم. هو خلاص كده هو وصل للنتيجه اللي هو عايزها 2-0، يبقى انا ضمنت المكسب، هبتدي اقفل، هبدا بقى انا هدي الريتم والعب واحده واحده وباصي وواحده يمين وواحده شمال وبتاع، وهخنقك مش هخليك تلمس الكوره اصلا. فخلاص انا وصلت اللي انا عايزه. فانت جاي بتنزل بن شرقي بعد ايه؟ تاني حاجه اللعيب اللي عندك على الدكه انت اللي مش عارف امكانياته خالص، ده اللي انا مش عارف هو يعني ريفيرو محدش كلمه عن ديانج، محدش قال له مين ديانج، محدش قال له الادوار اللي بيعملها ديانج، ما شافوش بيلعب قبل كده. ما دي حاجه مستفزه جدا يا جماعه. تاني ماتش ديانج ما بيلعبش ازاي؟ انت محتاجه في الماتش اللي فات وفي الماتش ده، انت ازاي يعني مين؟ فين عماد النحاس؟ فين عماد النحاس؟ ازاي ما يقولكش امكانيات اللاعب ده لو انت مش عارفها؟ ودي بتبقى مشكله اكبر. انت راجل بقالك اهو داخل في شهر ونص مش ما عرفتش امكانيات اللعيبه اللي عندك. فديانج يعني اللعيب اللي في نص الملعب اللي بيقدر يعمل نفس الادوار بتاعه حمدي فتحي وبتاعه مروان عطيه، وفي نفس الوقت عنده القدره ان هو من نفسه ياخد الكره وياخدها لوحده من غير اي مساعده من حد، ويلا ويروح جاري وملامم 1 2 وشايط على الجون. لاعب عنده القدره دي وانت محتاج حد بالامكانيات دي، ففين ديانج في الملعب؟ انا مش فاهم. فحاجه مستفزه جدا، حاجه يعني بصراحه الواحد مش عارف يقول ايه. انت حطيت نفسك في مأزق. يعني انت يعني احنا بنتكلم يا جماعه عشان نتأهل لازم نكسب اصعب فرقه في المجموعه اللي احنا كنا عايزين نروح لها مخلصين. يعني احنا كنا عايزين نروح ماتش بورتو ده واحنا اصلا متأهلين، اللي هو تحصيل حاصل، كسبنا خسرنا اتعادلنا مش فارقه. انما انت دلوقتي رايح ما عندكش غير اوبشن واحد، ان انت تكسبه. يعني لازم تكسبه عشان تقدر ان انت تتأهل. فهل انت هتقدر تكسب بورتو؟ مفيش حاجة صعبة في كرة القدم. بورتو مش اقوى حاجة دلوقتي، حاجات كتير، ولكن انت بالاسلوب ده بالطريقة اللعب دي انت اصلا مش هتقدر حتى يعني تجاري رتم بورتو باللي احنا شايفينه ده. فبصراحة عتاب كبير على ريفيرو لانه مش عارف امكانيات اللعيبه اللي عنده، عتاب كبير على اللعيبه اللي انت المفروض جايبها ومعتمد عليها عشان هي اللي تصنع الفارق. واحد زي زيزو النهارده يعني مع احترامي ليه طبعا لسه برضو ما نقدرش نحكم عليه، الراجل بقاله 3 4 شهور ما بيلعبش الكوره وبعيد، والضجه اللي حوالينه برضو والكلام الكتير برضو اكيد احنا بني ادمين وبنتاثر، ما فيش حد يقنعني ان اللعيب مش بيبقى متاثر برضو بالاجواء اللي حواليه. ولكن في ارض الملعب انا النهارده ما شفتش زيزو، ما قدمليش اضافه، ما ادانيش اللي انا عايزه، مش ما ادانيش زيزو اللي انا بشوفه في الزمالك، ولسه طبعا وقت كبير. فكان برضو من التبديلات اللي المفروض تتعمل وسط الاربع تبديلات اللي عملوا طبعا بعد الحوار بتاع الاعصار وتوقف الماتش طبعا، واللي بصراحه يعني انا شايفه ان هو 50-50 ان الماتش وقف، فانت وقفت المفروض كان في تعليمات تتاخد ما بين الشوطين بتاع افكار جديده تتقال. عجبني قوي قفشه ما بين الماتش كده لما واقفين في الدايره وبتاع وبيدي يعني عايز بيحفز الناس وبتاع، بس قفشه مشكلته ان هو يعني كلام
يعني هو بيحفز وبيعمل بتاع، انما هو في ارض الملعب احنا حتى ال 30 دقيقه اللي هو لعبهم يعني ما شفناهوش، ما حسيناش بيه بقى، فعادي. ولكن ماشي كويس، في تحفيز، في روح، في بتاع، اهو بيحاول يعمل اي حاجه. انما يعني بصراحه الاهلي حاجه صعبه جدا. الاداء اللي احنا شفناه اداء سيء جدا. موضوع ان احنا بقينا بقى بنروح حضور مشرف وبتاع. طب قبل كده بقى كنا بنطلع تالت وبتاع، حتى يعني الاهلاويه المخضرمين قوي، حوار ان انت كنت بتطلع تالت العالم ده كان خلاص بقى، يعني بقى حاجه بالنسبه لنا عاديه. يعني اللي هو كل مره بروح وبطلع تالت العالم، ايه الجديد يعني؟ فاهم؟ كانت حاجه خلاص، وصلنا لمرحله اللي هو خلاص بقت عادي، زيها زي الدوري، زي افريقيا، اللي هو خلاص دي حاجه احنا متعودين ان احنا بناخدها. فاحنا كان عندنا امل بقى ناخد المركز الثاني، نلعب المباراه النهائيه، نكسب البطوله، مش عارف ايه. طب جالك بقى الحاجه الاكبر، حاجه بقى عالميه اكتر، فرق اكبر من اللي انت كنت بتلعبها، وحظك جابك في مجموعه في المتناول جدا، في المتناول جدا، فانت ما عملتش حاجه برضو. ويعني خلينا نبقى صراحه مع بعض، انت الاحتمال الاكبر بكتير انك تغادر البطوله من دور المجموعات، فيبقى يعني زي ما رحنا زي ما جينا، واسمنا بس رحنا كاس العالم ومش عارفه ايه، وجبنا الصفقات وجبنا مش عارف، وما عملناش اي حاجه. فبصراحه انا مش عارف اقول كلام اكتر من كده، لان الواحد متضايق جدا وفي قمه الغضب بصراحه. فيعني كفايه كده. ويا ريت تقول لي طبعا رايك تحت في الكومنتات، لانه بيفرق معايا كتير. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، بشكركم جدا، وما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وسلام.